العالم. سأحاول أن أتكلم باللغة البسيطة وهي الدارجة التي أنعم الله عليها من طرف والدينا وأجدادنا. هذه البلاد هذه بلد مبارك. أنا أمثل بعض التيارات السياسية والاقتصادية وكذلك الجماعية في العالم، وعندنا 360 ألف كومبيتونس اللي هي كفاءات مندمجة في الشركات الكبرى عبر العالم، وكتكفي من غير رؤوس الأموال التي تتضخ يوميا في المغرب. وحبذا لو اشتغلنا جميعا باش هذا رؤوس الأموال تجي تأسفي، لأنه قطب جميل جدا اللي حلينا احنا دراعو كمستثمرين. معايا السيد رئيس ديالنا في واحد المشروع اللي هو سي سميري، باننا لقينا في هذه البلاد هذه كل المكونات ديال النجاح ديال الاستثمار. انطلقنا من السيغي وسمعنا السيد العام والسيد رئيس المجلس، كلهم كانوا رجال وراءنا ودعمونا الى مبتغى الموتى. اليوم فقط بغيت نبلغ واحد الرساله، كل ما قاله جميع المصالح اليوم كاع اللي تقال كله خصو يوصل لمغاربه العالم. خصنا نلقاو قناه تواصليه، وهذا هو الحيف اللي جاري في الحكومه، اللي ما كديرش واحد التيار تواصلي دائم باش يولوا مغاربه العالم عارفين فين يدقوا، عند من يمشيوا ومع من يهضروا ومع من يشدوا يديهم باش يستثمروا، لان كاين ملايير ديال الدولار اللي موجوده للاستثمارات، خاص فقط الاستقبال والتوجيه في هذا الاطار هذا فقط باش ما نطولش عليكم، بان راه امكانيات عظيمه جدا لا تحصى بالنسبه للاستثمارات، واسفي لها مكونات جميله جدا، لان حتى الولوجيه من طريق السيار وملي كنهضروا عليها حنايا الناس كيقولوا حنا اسفي ما كنعرفوهاش. لماذا؟ علاش اسفي وقع عليها هذه الضبابيه في الاطار باش نديروها بارزه، وهي معلمه من العالم الاقتصاديه واول المدن الصناعيه اللي كانت في البلاد. هذا بغيت نجي لهذا المانياج، ونشكر كاع الاخوان اللي كانوا ساندونا ودعمونا حتى وصلنا، وهذا القليل من كان علي نقول. شكرا.